السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم قريوش تخبال، قريوش تاع زمان، نفس البنة اللي تربينا عليها. وصفة بمقادير مضبوطة وطريقة التشكيل سهلة ومفصلة خطوة بخطوة. باش يخرج لكم مقرمش وبنين خليكم معايا للتالي باش تنجحوا فيه. هنايا في قصعة نديرو كيلو فرينة، نديرو 2 مغارف خل، نزيدو معاهم مغرف صغيرة خمارة الخبز، نزيدو 2 مغارف مايزينا، نزيدو وحدة لا ليفور، نزيدو معاها بيضة نضربوها شوية مع الخل، نخلطو هذيك الخمارة تاع الخبز ولا ليفور ونزيدو مغرف لافاني. هنا نديرو شوية مزهر على هذيك البيضة والخل، ودرت 250 غرام مارغرين، والكاس اللي كيلت بيه المارغرين درته ماء ومزهر، وخلي الماء، انا كثرت الماء على المزهر، ديري الكاس تخلي منه الربع باه تعمريه بالمزهر. هنا نبدو نلمو في العجينه تاعنا. هنا لازم لاباط تاعك ما تجريهاش وما تخليهاش يابسه، هنا لازم تكون مليحه، ما تكونش طالقه روحها بزاف وما تكونش يابسه. هنا بعد ما لميناها ندلكوها حتى هذوك المكونات كاع يدخلوا في بعضهم. كما هنايا شوفوا هذوك النقاط الصفر هذوك تاع المارغرين مايش داخله كاع في لاباط. هنايا نقعدوا ندلكو فيها حتى اللي ينسجموا لنا كامل المكونات. انا نبغي ندلكها هكا مليح، انا هنا راني مسرعه الفيديو دلكوها مليح. وانا هنايا بعد ما ندلكها ندير هذا الحربوش كيما هكا طويل، وهنايا تقطع على حساب نتيا ما باغي ديري لي بول تاوعك. انا نبغي لي بول تاوعي يكونوا صغار شويه باش ما يغبنونيش في الخدمه. هنا نقعد نلم في لاباط تاعي كيما هكا في هذو لي بول. لازم تديري لهم هذه العمليه، تخدميهم مليح. هنا انا نكمل كامل هذو الحبات تاوعي ونرجع معكم. هنا بعد ما كملتهم خليتهم مرتاحوا ربع ساعة. وهنا الحبة الأولى اللي خدمتها هي اللي نبدأ نخدم بيها. وهنا لاباط تاعنا راهي مريحة راهي مليحة، شوفوا كيفاش راهي طرية. هنا نبدأ نحل فيها هذا التوراق الأول نبدو نديرو فيه، نحلوها شوية كيما هكا، نديرو غير شوية مايزينا ما نكثروش. هنا ما نحلوهاش بزاف غير شوية. هنايا نديرو شوية مايزينا ونطوها على 2 كيما راكم تشوفوا، نديروهم متقابلين ونعاودو نطوها. وهنا نبدا نحل فيها. هنا رانا بنديرو التورق الثاني، هنا رانا نديرو في التورق الثاني نبدو نحلو في لاباط تاعنا هكا بشويه. هنايا نطووها كي نكملوها نطووها نديرلها شويه مايزينا ونطووها ونخلوها تريح ساعه ولا ساعتين. هنايا في البرد لازم تخليها هكا ساعه ولا ساعتين، في الصيف عندها ساعة تكون واجدة للخدمة. هنايا كما قلت لكم نديروا لها شوية مايزينا ونطوها هكا ونخلوها تريح. انا خليتها ساعتين. هنا بعد ما خليتهم ارتاحوا لي كما قلت لكم ساعتين، شوفوا لاباط تاعي كي راهي طريه. هنا نبدا نخدم بها ديريكت. هنا ندير لها شويه مايزينا ونبدا نحل فيها. هنا انايا نحلها غير شويه ونديها للماشينه نحلها في النيميرو 3 ونزيد في النيميرو 4. والرقم 4 هو آخر رقم نحلو فيه لاباط تاعنا. هنايا في هذه الكرتونة هنايا الطول 12 والعرض 11 ونص. هنا نبدو نشكلو في الحبات تاوعنا. أنا بهذا الكرتونة ولو يخرجوا لي الحبات كامل كيف كيف.
يعني مشي حبة صغيرة وحبة كبيرة. وهذو لي شيت باش ما يغبنوكمش ديروهم في لاباط اللي راكم خادمينها، يعني لاني خادمتها انا وخلتها تريح، ونخليها هي التالية نعمر فيها كامل لي شيت تاع الحبات تاوعي، ونخليها هي التالية اللي نخدمها باش هذوك لي شيت يعاودوا يروبوزونا ونخدموا بهم. هنايا باش ما ديريش شريط صغير وشريط كبير، ديروا كيما انا درت. ديروا كيما انايا درت، وزنت الاشرطه تاوعي بالجراره، وهكا جاوني كامل الاشرطه كيف كيف. وهنا لازم تديري 4 اشرطه، والخامس يعني راكي قاطعه فيه، يعني في الوسط 4 اشرطه. هنايا باش ما تغبنكمش لاباط تاعكم لازم تكمليها كامل وتبدي تخبلي في القريوش تاعك. هنايا نرفدو الحبه تاعنا، شوفوا نرفدو شريط ونخلو واحد، نرفدو الزاوج ونخلو الثالث هكا، ومن بعد شوفوا ندخلو صباعنا، ندخلو هكا صباعنا ونقبضوا هذوك الاطراف ونزيروا عليهم كيما انايا درت. شوفوا كي زيرت عليهم ونجبدوهم ونحطو، ومن بعد نقعدو نسقمو فيها هكا ونرفدو في هذوك الاشرطه تاعها ونوكفو فيهم. وهنا الاطراف تاعها اذا جاوكم كبار بزاف هكا نزيروا عليهم باش ما يحلولناش في المقله، ولا جاوكم كبار بزاف تقلعوهم بالجراره. هنا نزيد معكم الحبه الزاوجه، شوفوا كيفاش درت. حليت لاباط تاعي ورفدت وحده وخليت وحده، زدت رفدت وحده وخليت وحده، ومن بعد دخلت صباعي للزوج ورفدت هذوك الاطراف زيرت عليهم وجبتهم، ونحطوها فوق بلان دو طرافاي ونبدو نسقمو في هذوك الاطراف تاعها. شوفوا كيفاش رانا نسقمو فيهم، ويعني ونوقفو فيهم. لازم يجوكم واقفين باش تجي الحبه تاعكم شابه. وهنا شوفوا نجيبوا الجراره تاعنا، هنايا جاوني الاطراف تاعها كبار راني نسقم فيهم. هنا نزيدوا الحبه الثالثه. هنايا نكملها معاكم باش كامل تنجحوا فيه. هنا نحلوا لاباط تاعنا، نرفدوا وحده كيما وريتكم في الحبه الاولى، نرفدوا وحده ونخلو وحده، ومن بعد نزيروا على الاطراف ونجبدوهم، ومن بعد نحطوا ونقعدوا نسقموا في الاطراف تاعها هكا ونوقفوا فيهم. انا هنايا خليتها لكم كيما هكا، ما بغيتش نسرع الفيديو، بغيتكم كامل تنجحوا فيه وتعلموا التخبال تاع القريوش. هنايا نزيروا هكا على الاطراف، واللي تكون مكثره المايزينا دير بالبانسو، ديره في الماء ولا في بياض البيض وتمسح الاطراف هذوك وتزير عليهم هكا ما ينحلولهاش. هنايا نديهم نقليهم. الزيت تاعنا لازم يكون على نار متوسطه، يكون حامي. والحبه تاعنا كي نحطوها ما لازمش نرفدوها. هنايا نوري لكم الزيت. هنايا في المقله انا ديجا كنت نطيب. شوفوا الحبه كيفاش نرفدها بليديا للزوج باش ما نضيعش الديكور تاعها، ونطلقها هكا في الزيت، نخليها حتى تتنفخ وتطلع فوق الزيت، عاد باه نبدا نرمي عليها في الزيت باه تتنفخ من الفوق. شوفوا نزيد ندير معكم حبه واحده اخرى هكا نرفدها وديريكت نديرها في الزيت. انا نبغي القريوش كيما هكا صفر، ما نبغيش يكون احمر ولا ابيض. هنا نقرا الحبه تساوي حتى من يطلعوا فوق الزيت يتنفخوا يطلعوا باش نبدا نقيس عليهم في الزيت. شوفوا ها كيما قلت لكم نبدا نقيس عليهم في الزيت دروك، ومن بعد نقلبهم قبل لا يطيبوا نقلبهم. انا نخلي القريوش تاعي يطيب ونرجع معكم. وهنا بعد ما طاب لي القريوش تاعي شوفوا كيفاش خرج. انا نبغي هكا اصفر، شوفوا خرج ما شاء الله. هنا نجيبوا الحسل. انا درت الحسل هنايا في الطاجين، درته فوق الغاز. شوفوا هذاك البخار اللي يديره الحسل.
خليته فوق الغاز حتى اللي بغى يغلي وحبست عليه الغاز، يعني ما خليتهش يغلي. وهنايا نجيبوا الحبة تاع القريوش تاعنا نديروهم في الحسل، ما نخلوهمش بزاف، مامبا دقيقة ولا زوج ونقلعوهم. هنا نعسلو القريوش تاعنا مليح، نقلبوه على الجوايه للزوج. هنا نخلي القريوش تاعي يتشرب مليح الحسل ونرجع معكم. وهنا بعد ما كملت كامل الكمية اللي كانت عندي، انا خرجت لي هذيك الكمية، خرجت لي 32 حبة بهذوك لي شيت بكل شيء. انا مبقى لي نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم، واللي ماش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باه يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بالجيم والكومنتير.